هنعمل مع بعض شوية ملوحة زي القمر. مش عارفة بقى بتسمعوا عندكم ايه. ديت بسارية موجودة في السوق الأيام دي وبكترة جدا. هنعملها وفي 5 أيام أو 6 أيام هتكونوا واكلة منها في منتهى الطعامة والجمال. بس الأول عايزين نعرف تكاتها وأسرارها عشان تطلع معاكي حلوة كده وجميلة وريحتها جميلة وطعمها أروع. ولا تقولي بقى فسيخ ولا تقولي أي حاجة. هي رخيصة وموجودة في السوق بكترة الايام ديت. دول على فكرة حوالي نص كيلو او نص كيلو وحاجة بسيطة، يعني ممكن يكون كيلو الا ربع كده مثلا. لان كنت جايبة كيلو اكلنا منه. بصوا قدنا عاملة ازاي، لحمتها مستوية كده ودايبة وطعمها في منتهى الجمال. هقول لكم برضو على كل التكات والاسرار اللي تطلع معاكم شوية ملوحة او بسارية مخللة كده في منتهى الجمال والسهولة. مش هتاخد معاكي اي وقت خالص، ولا عايزة اي افتكاسات ولا اي اختراعات. بس شوية تكات بسيطة كده هتفرق في طعمها. وكمان علشان ما تبصش منك، محتاجة بقى ايه شوية كده عيش كده حلوين وكم بصلاية كده وتوكل على الله وكلي. بجد حاجة في منتهى الجمال. ملحها مظبوط جدا جدا جدا. بجد حلوة قوي قوي، هتعجبكم جدا لما تجربوها. حاجة كده ما شاء الله في منتهى الجمال. يلا بقى كده قبل ما ندخل على محتوى الفيديو، يا ريت ما تنسوش تضغطوا اللايك الجميل بتاعكم ليه يشجعني. ويا ريت كومنت حلو كده تصلوا فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم. وتسيبوا لي كومنت كده يشجعني. بجد حلوة قوي قوي ما شاء الله. حلوة قوي هتعجبكم جدا. لو انت مبتدئة برضه هتعرفي تعمليها زي الفل. بس ان شاء الله نمشي على نفس الخطوات. هنسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على محتوى الفيديو كده. بصوا انا كان معايا حوالي كيلو الا ربع من البسارية. انا كنت جايبه كيلو بصراحه، واخدت منه شويه حمرتهم للولاد ودول فوضهم، يعني اعتبرهم نص كيلو مثلا من البسارية كده ولا حاجه. غسلتهم كويس جدا وشطفتهم كده كذا مره وصفيت الميه وسبتها تنشف تماما في مصفى. حطيت حاجه كده تحت المصفى غويطه كده، وحطيت عليها مصفى عشان تنزل اي سوائل واي ميه موجوده جواها. النصيحه بقى الاولانيه والتكايه الاولانيه، اوعي لو هي في واحده فيها طريه او فيها ميه تعمليها لازم تنشفها كويس جدا جدا. يعني البسارية عشان تنجح معاكي وتتخلل وتبقى ريحتها تجيب اخر الدنيا، ريحتها جميله جدا وطعمها حلو قوي. اوعي يكون فيها اي ميه اطلاقا، ما تستعجليش عليها. تمام. جبت بقى كده حوالي 3 معالق كده من الملح، وحطيت معلقه كبيره من الشطه ومعلقه كبيره من البابريكا، وحوالي نص معلقه كده من الكركم. بجد هتاكلوا احلى بسارية، بجد حلوة قوي طعمها حلو. تجيبي بقى علبة تلاجة موجودة عندك، تجيبي برطمان كده يكون له غطا محكم. علبة تلاجة محكمة زي ما انت عايزة. وكل ما تجيبي كمان، لو جبتي كمان برطمان محكم كويس جدا محكم الغلق، هيبقى معاكي كمان انجح واحسن واحسن كمان. تمام. اهم حاجة الحاجة اللي تحطها فيه تبقى محكمة الغلق جدا. انا رشيت كده شويه كده من الملح كده اللي انا عملته تحت، واحط طبقه كده خفيفه كده من البسارية. انا مش عايزه اتنين يكونوا فوق بعض. وزي ما يكون بعمل بطاطس هحط برضو كل طبقه احطها هرش فوقها كده رشه كده من الملح في كل مكان. ما اسيبش واحده مش عليها ملح، وما كترش من الملح. يعني مش هشيل بقى كده كبشه ملح كده واروح جاي حطها عليها، لا. ما تخافيش عليها طالما محكمه الخلق، وطالما البسارية ناشفه خالص ما فيهاش اي ميه ولا اي سوائل. اعرفي ان شاء الله تمام ان هي تبقى ناجحه معاكي وزي الفل، ما تخافيش عليها. بقعد ارصها كده جنب بعضها كده. انا مش عايزه اتنين يكونوا على بعض، بحيث ان كلها تشرب من الملح والشطه الموجودين. وبرده مش هتبقى حادقه معاكي نهائي، هتبقى ملحها خفيف وهتبقى في منتهى الجمال. هكرر نفس اللي انا عملته كده، كل مره احط طبقه وعليها ملح وطبقه وعليها ملح. وهاجي بقى في الاخر كده هرش شويه ملح كده حلوين فوقها كده في كل مكان كده، ما اسيبش مكان مش عليه ملح. وهبدا احط كمان معايا حوالي ربع كوبايه كده من الزيت، احطها على وشها في كل مكان كده، علشان كمان تمنع اي رطوبة واي هواء يدخل لها، علشان ما تبصش منك. وهبدأ بقى ان انا اقفل الكيس بكيس كمان كده عليه. المهم انا مش عايزة اي هواء يدخل لها تماما. سر نجاحها ان مفيش اي هواء يدخل لها اطلاقا. تمام. هبدأ بقى ان انا اقفلها كويس خالص خالص كده، وهقفل عليها كمان الكيس كويس جدا. طبعا لو عندك برطمان بتحط فوق البرطمان كده على الوش كده زيت، وتحطي عليه كيسه برضو كده صغيره من بتاعه المطبخ، وتغلقيها كويس جدا الغطا بتاعه، وتحطيها في دولاب المطبخ عادي خالص. وايه، وتقفلي عليها الضرفه بتاعه المطبخ، وتسيبيها بقى في المطبخ كده مش اقل من 5 ايام، عشان احنا في الشتاء والجو برد. هتسيبها مش اقل من 5 ايام، وهتفتحي عليها تلاقيها في منتهى الجمال. طبعا بعد ما قفلت كويس جدا اهوت احكمت الغلق اهون. برضو خلي بالكم هجيب كيس برضو واحطها فيه، وعينها بقى في دولاب المطبخ
لمدة لا تقل عن 5 ايام. وبعد كده ما انتهى كده، تعالوا بقى كده ما اوريها لكم. بصوا هي مش ساردة لسه اي حاجة، عشان هجيبها لكم دلوقتي اهون. بعد بقى 5 ايام طلعتها كده، طبعا كنت حطها في قلب كيس برضو. بصوا بقى، بصوا انا عايزه تشوفوها كده من تحت، هتلاقوها سارده كده ميه، هي منها من نفسها، مش فيها نقطه ميه، هتلاقيها كده جايبه ميه كده من نفسها اهوت. بعد ما فتحت عليها، بجد ريحتها تحفه جدا، طعمها روعه قوي قوي قوي، هيعجبكم جدا جدا جدا. بصوا الجمال، حلو قوي بجد. يا ريت اللي وصل معايا لغايه هنا بقى، وما ينساش يحط اللايك الجميل بتاعه اللي يشجعني. زي ما قلت لكم مش اقل من 5 ايام، 5 ايام لاسبوع تفتحوا على البسارية، وبتتساب بره التلاجة في دولاب المطبخ عادي، طالما انت قافله عليها كويس جدا ومحكمه ونظيفه زي ما قلت لكم، وما فيهاش نقطه ميه، وماشيه على الخطوات صح. ما تخافيش ابدا منها، مش هتبوظ معاكي ولا هتعفن ولا هيجرى لها اي حاجه، بالعكس، ولا هتشمي لها اي ريحه. شفتوا لحمتها جميله قوي ازاي، دايبه وجميله ولونها وردي كده وجميله، معنى كده ان هي ناجحه في منتهى الجمال. تجيبيها بقى كده وشويه بقى كده خضار كده معاها، كده شوية خس، شوية اي بقى خضار كده معاها، تقطعي بقى طماطمية كده مع طرنشات بصل كده، وتجيبي بصل اخضر بقى ديت ايامه، مع شوية ليمون وشوية عيش كده، وبألف هنا وشفا طبق بطاطس محمرة. بجد وجبة في منتهى الجمال، لذيذة جدا، غدواية في منتهى الجمال. دي الحبايب بقى اللي بيحبوا بقى الحاجات اللي فيها زفارة كده، زي الفسيخ والسردين والحاجات دي والرنجة والحاجات دي، بجد حلوة قوي قوي. وطبعا انا عايزه اقول لكم مش ربع تكلفه ما انت تجيبيها من بره، معموله بنظافه، انت غسلاها كويس ومنشفاها كويس وشايفاها قدام عينيكي. بجد مش هتبطلوا تعملوها، حلوة قوي قوي. لو عايزين اعمل لكم هنا الفسيخ اكتبوا لي في الكومنتات تحت، بعمل شويه فسيخ برضو ما شاء الله في منتهى الجمال والسهوله، وتكات برضو بسيطه بتفرق. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.